السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا مستنيين العربية. سلمي عليهم. كل سنة وانتم طيبين. خارجين بقى النهاردة. أنا جيت خدت ماما ورايحين لخالته فيكتوريا دي بعيدة خالص، واحنا ساكنين في العجمي. فاللي عارف بقى من اسكندرية عارف فيكتوريا دي بعيدة قوي، والعجمي دي خط وده خط. فاحنا بقى هنا مستنيين العربية بس جاية تاخدنا، ورايحين نزور خالته عشان بقالنا مدة مشوفناش، وماما نفسها تشوفها. ماما. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين كلكم. يقعد عليكم الأيام بخير يا رب، رمضان يجي عليكم بخير وسلام. وطي ايدك شوية كده بتصوروا السما احنا وصلنا بقينا يا جماعه عند خالتي. ماما جت مشوار بجد. وشربنا الشاي اهو. واحنا كلنا وشربنا الشاي كمان. بس خالتي بقى تعبناها معانا والله النهارده. والله كل سنه وانت طيبه عشان خاطر عيد الام. ربنا يخليكي. تعالوا شاي معانا. خلاص واحنا هنا وصلنا بقى، ومشوار طويل 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 ومش هنكررها تاني. يا صباح الخير والفل والياسمين على احلى متابعين. عاملين ايه؟ صباحكم كله فل ورد وياسمين. جيت لكم بقى النهارده في يوم جديد وفيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لو اول مره تشوفوني، معاكم رانيا من قناه بيوتي ومطبخي سر سعادتي. احب ارحب بكل متابعين اللي معايا النهارده بقى. هنعمل ايه في يومي؟ انا نزلت النهارده، نبتدي بقى اليوم بتاعنا النهارده في شهر رمضان. بابا بقى كان جايب لحمه ب 350 جنيه. فانا بصراحه كنت عارفه واحد اسمه فلفل، يعني مش في ابو يوسف، هو قبل ابو يوسف، منطقه كده اسمها الشام يعني انا عارفاه، كنت بجيب منه قبل كده. فبصراحه قلت انزل بقى بدري كده اشوف اللحمه بتاعته بكام. وكانت حلوه يعني مش وحشه، ونجربها لان اللحمه غاليه قوي. 350 جنيه يعني كتير كتير جدا. فالنهارده بقى هبتدي اليوم معاكم. انا رايحه اجيب لحمه وهجربها ونشوفها مع بعض عامله ازاي. بس بفكركم لو لسه ما اشتركتوش في القناه انزلوا اعملوا اشتراك، وفعلوا زر الجرس، اختاروا الكل. لو عجبكم الفيديو تابعوا للاخر، اعملوا لي لايك. يلا بقى نبتدي يومنا النهارده. يلا نشوف هنعمل ايه. بصوا كده انا وصلت، الجو بيمطر. انا هعدي السكه بقى هنا بقى ايه، قبل الحديد والصلب وقبل ابو يوسف، يعني بعد الهانوفيل على طول. هنجرب بقى ونشوف اللحمه بتاعته عامله ازاي. تعالوا بقى معايا. انا لسه راجعه بقى دلوقتي، وجبت لكم اللحمه من عند فلفل اهو الجزار. والله جميله. طب بصوا عارفين دي بكام بقى؟ ب 210. وفي عنده 230 و250. قلت اوريكم اللحمه بصوا حلوه ازاي. بره طبعا غاليه، وبابا جايبها ب 350. فقلت على ايه بقى، انا وفاتحه اهي، قلت له انا اهالي فاتحه وادالي كلها فاتحه، حلوه للخضار يعني والطبيخ. وجبت بساريه، وانا نازله بقى كده من عند فلفل الجزار، لقيت البساريه دي كيلو 25. رحت جايبه اهي. حلوه البساريه، بصوا جميله ازاي، شكلها حلو. لقيتها بساريه الاصل هي المبرومه دي المدوره، عشان في بقى في سردين مش بساريه يعني، لكن دي بساريه اهو. بصوا اهي بساريه ب25. ولقيت عربيه الكوات مسلحه بقى. بس انصحكم لما تروحوا يبقى معاكم اكياس، ما عندهمش اكياس. الفلفل اللي هو ده جبت 2 كيلو، ده كيلو ب10. بس انا شكلت بصراحه فلفل اخضر بقى حامي على بارد على كوب، 2 ملونين كده حمر على خضر، هما دول كده ب20 جنيه يعني. فانا شكلت خدت جميع اشكال الفلفل زي ما انتم شايفين كده. بس الكياس من كان معايا كياس، هو ما عندوش كياس، لا تشتري بقى. يعني لما تيجي تروحي لعربيه القوات المسلحه تشتري، تاخدي معاكي كيس عشان ما تشتريش يعني.
ده هنا كيلو ب10 جنيه. جبت ال2 كيلو دول من عربيه الكويت المسلحه عند مدرسه محمد نجيب، وانا جايه كده من عند فلفل. دول كده ب20 2 كيلو. ولقيت عنده بدنجان برضو اللي هو العروسي ده ب12. دول ب20، يعني هو قال لي ب20 معرفش بقى، خدت ابيض على اسود برضو مشكله كده. قلت ايه ينفع نعمل تشكيله اكل كده كويسه اهو. وانا جبت بقى الحاجات دي انا عند ماما. هروح بقى وتعالوا نشوف هنكمل الروتين بتاعنا في البيت عندي هعمل ايه. انا جبت الحاجات دي عشان اخدها معايا وانا مروحه. الحاجه هنا عند ماما كويسه قوي جميله. ممكن الرفيع ده بقى وحطولي من عنده ده يتملح، اللي يتحشى يتحشى واللي يتملح يتملح. شكلت يعني. المهم جبت ايه فلفل ابيض واسود، وجبت قصدي جبت فلفل بدنجان عروسي ابيض واسود كده زي ما انتم شايفين بكيلو ب12. دول قطعوا 20. وجبت هنا فلفل هو كل الاشكال زي ما انتم شايفين ال2 كيلو ب20. وجبت البسارية اللي انتوا شفتوها دي، وجبت اللحمه. وتعالوا بقى لما اروح البيت تعالوا نشوف هنعمل ايه روتيننا في البيت بقى. انا بقى وانا راجعه من طنطا جبت جبنه قريش وجبت سمنه. بصوا الجبنه جميله ازاي. هوريكم الجبنه القريش. بصوا حلوه ازاي باينه. حطيتها في ميه طبعا عشان ما تبص. بحب الجبنه القريش بتاعتهم قوي بتبقى جميله. كان في واحده قريبه حنجي كنت موصيها انا قبل ما اروح، كانت جايباها لي. رحت بصراحه لقيتها محضراها لي ام رؤيه ربنا يخليها. وكانت جايبه لي سمنه بلدي برده، بس دي بقى هسيحها معاكم السمنه البلدي دي. كنت موصيه بقى ام رؤيه قريبه حنجي تجيب لي سمنه وتجيب لي جبنه. بصوا السمنه حلوه ازاي. دي زبده اهي. بصوا عامله ازاي. جبت 3 كيلو، يعني الواحده من دي كده كيلو، بس لسه ايه هسيحها طبعا. دي ادي كيلو اهي، ودي التانية 2 و3. السمنه الزبده بقى بتاعتها هم لسه هجربها واقول لكم بقى ايه الزبده بتاعت طنط عامله ازاي. هي قالت لي اعملها لك كده ما عملتهاش كور. كنت طالبه 3 كيلو زبده وهسيحها، وكنت طالبه 3 كيلو جبنه قريش. رحت بصراحه لقيتها مجهزاهم لي يعني كتر خيرها، وحط لي الجبنه في علبه كمان. انا هنا بقى جايه ايه النهارده عشان اسيح الزبده معاكم اللي انا جايباها في العلبه زي ما وريتكم كده. بصوا انا هحط عليها شياطه هنا. دي حله اهي. دي الزبده اللي انا جايباها من طنطا اهي زي ما وريتها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى ما عرفتش عليها خالص واسيحها على النار ونشوف كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نسمي الله بقى كده. الزبده كده نكسرها كده عشان تبقى ايه تيجي في الحله كلها يعني. انا حطيت الزبده كلها هنا اهو. هجيب بقى ايه فلفل اسود حصى كده. يا ماما اللي قالت لي يعني فلفل اسود الحصى اهو كده. ده بصوا مش كتير يعني بس كده. بس هنحط بقى شياطه عشان ما تشيش، عشان دي عايزه نار هاديه. وهنحط عليها الزبده كده وهنسيبها بقى خالص لحد ما تسيح كده. عندي بقى حله تانية كده هعمل نوع تاني من الزبده هقول لكم عليه. هنا بقى انا جبت ايه حله تانية اهو زي ما انتم شايفين نضيفه. جبت لبن اهو من عند البقال، لبن بلدي. هفضيه هنا كده زي ما انتم شايفين. ايه كانت عندي قشطه كده في التلاجة شايلاها من اللبن، بحطها مع اللبن كده زي ما انتم شايفين. انا هجرب بقى معاكم الطريقه دي. كام كوره كده 3 كور هحطهم كده مع اللبن. ودي كمان كوره اهي. بقى سمنه ايه نباتي، دي سمنه نباتي عاديه. هنزل بقى كده عليها ايه حوالي كيلو كده ولا حاجه.
مش هعمل البرطمان كله. دي بقى تنفع في ايه بقى؟ نعمل كحك، حاجه كنافه في رمضان، وهنحط عليها السمنه كده النباتشه كده. هكمل واجيلكم. هفضي البرطمان كله هنا عشان نحس الدنيا، وهنا النار هاديه وواطيه، وهحطها هنا على النار دي كده. يبقى دي السمنه البلدي اللي انا جايباها من فلاحين اهي، شايفين ساعت ازاي؟ ودي السمنه اللي انا بعملها في البيت لكحك بقى لكنافه كده. بصوا انا كده ايه، فضيت البرطمان كله هنا. هنا بقى فيه السمنه واللبن والقشطه، حطيتهم هنا. بصوا هنقلبهم بقى على نار هاديه وهنسيبهم، وهنعمل سمنه بلدي في البيت اهو كده. نعمل منها الكنافه بقى، نعمل الكحك والبسكوت. هنسيبها بقى كده. ودي اهي شغاله، عايزه اوريكم. بصوا بقى، بصوا شكلها. دي اللي انا جايباها من طنطا، ودي اللي انا بعملها. بصوا الاتنين، هتشوفوا الفرق بين الاتنين دلوقتي. عايزه اوريكم السمنه بقى. دي ايه اللي انا عاملاها بالقشطه واللبن، ودي اللي انا جايباها من طنطا لسه اهي بتغلي. قلت اوريكم بس كده ايه الفيديو وهي لسه بتغلي، لسه ما طفتش عليها لسه. بقى ايه، هطلع منها مرطه. لما اطلع منها مرطه بقى وتخلص خالص هوريها لكم. دي اللي انا عاملاها بقى، حطيت عليها قشطه ولبن وسمنه القصير عاديه، يعني اللي هي العلب العاديه دي. ودي اللي انا جايباها من طنطا 3 كيلو، لسه ما بتسيح اهو كده. هنا دي السمنه هي لسه بتسيح، وهطلع منها مرطه. بصوا اهي، دي مرطه اهي. على فكره انا مستنيه بس غلوه كمان تاني. بصوا دي المرطه، شويه بس كده عشان ما تتحرقش المرطه شويه، وهصفيها واوريها لكم بعد ما تخلص. بصوا المرطه بتاعتها عامله ازاي اهي. مرطه يعني بسيطه مش كتير. قلت اقلب معاكم كده. اللي على الوش ده ايه برضو، دي رغاوي كده، مش رغاوي، مرطه يعني اهي. بصوا السمنه، بصوا لونها حلو ازاي. شويه كده وابقى ايه، اما تهدى ابقى اصفيها بقى واطلع منها المرطه واوريها لكم اهي. ده لون السمنه اهو. ودي اللي انا عاملاها برضو فيها مرطه اهي. بصوا المرطه بتاعتها عامله ازاي، وحطيت فيها لبن وقشطه اهي. بصوا عامله ازاي، دي برضو مرطه بس لسه ايه ما استويتش. شويه كده وانا هوريكم. بصوا ايه مرطه اهي، كل دي كده ايه مرطه. بعد ما اسيحها خالص بقى وتبرد واطلع المرطه واوريها لكم عامله ازاي، وهصفيها طبعا مش هخليها كده، دي هصفيها. بقى عندي نوعين سمنه اهي، سمنه طبيعي ودي سمنه ايه صناعي حولتها لطبيعي. هخلص بقى واوريكم. شفتوا بقى يا جماعه، هنا انا صفيت السمنه خلاص. دي اللي انا جايباها من طنطا، سايباها تبرد واحطها في برطمان. ودي اللي انا عاملاها معاكم. بصوا بقت حلوه ازاي، برضو سايباها تبرد واحطها في برطمان. طلعت. بصوا بقى دي المرطه اللي طلعت، دي اللي طلعت من السمنه اللي انا عاملاها معاكم باللبن والقشطه. ودي المرطه اللي طلعت من السمنه اللي انا جايباها من طنطا، مش كتيره بس حلوه. هي السمنه بان عليها حلوه. بصوا وصفيتها بالمصفى طبعا، يعني ما طلعتش مرطه كتير، يعني هي سمنه حلوه، سمنه صافي. ودي بقى المرطه دي مش هرميها، هحطها في المش، نطبخ بيها محشي بقى كده. يعني دي انا هنشفها خالص كده، هصفيها من الإيدام واغسل الحله بقى، هحطها في المش اعمل بيها جبنه قديمه. هيبردوا بس كده واعبيهم في برطمانات. دلوقتي بقى انا خلصت السمنه. بصوا سيحتها هي بقت جميله ازاي، بس عايزه ايه تجمد شويه، انا قلت اوريكم يعني. ودي السمنه التانية اللي انا عملتها برضو، طلع البرطمان مليان اهو. هو كانش كامل، كان ناقص كده، كنت واخده منه يعني. البرطمان بقى كامل اهو، كمل. ودي المرته بقى بصوا حلوه ازاي. ودلوقتي بقى خلصت الفيديو من لحد كده، وصلت لنهايه الفيديو. اقول لكم باي باي، مع السلامه، انتظروني في فيديو جديد. باي باي، مع السلامه.